السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مشاهدي ومتابعي حلويات مريم، حبيب غاليين ديالي، نتمنى لكم يا رب دوام الصحه والعافيه ان شاء الله يا رب. كيف ما العاده جبت لكم اليوم ان شاء الله طبق الاقتصادي سهل وايضا سريع كيوجد دغيا. نتمنى ان غادي ينال الاعجاب ديالكم من الاستحسان ديالكم. كيف ما كتلاحظوا معايا غادي نحضروا الارز بالفلفل في الفرن، كيجي شي حاجه اللي زوينه بزاف، شي حاجه اللي اقتصاديه وايضا رائعه. فضلا منكم وليس امرا، كنتو كتشوفوا القناه ديالي لاول مره مازال ما مشتركينش معايا في القناه، ما تبخلوش عليا بانكم تشتركوا معايا في القناه وذلك بضغطكم على الزر الاحمر الموجود اسفل الفيديو، ايضا تفعيلكم الزر ديال الجرس هكذا دائما توصلوا معايا بجديد القناه. ايضا ما تبخلوش عليا باللايكات ديالكم والتشجيعات ديالكم، وايضا البارطاج ديال الفيديو مع احبابكم وصحابكم في مواقعكم التواصليه. نتمنى انكم غدوزوا معايا فرجه ممتعه. مرحبا بكم. باش هكا تعرفوا معايا المقادير والطريقه ديال التحضير، فرجه ممتعه. بسم الله على بركه الله ان شاء الله. هنايا كما كتلاحظوا معايا كمكونات عندي الفلفل، عندي ايضا الارز اللي عندي مسلوق، عندي صلصه ديال الطماطم، عندي ايضا الكزبره مقطعه، الثوم هكا اللي عندي واحد جوج دريسات ديال الثوم محكوكين، عندي حامض مسير هكا مقطع. كتوابل حاجتي ان شاء الله فلفل احمر، فلفل اسود، الكمون، وايضا السودانيه، وايضا الملح. هادو هما التوابل اللي غادي نستعمل. ندوز على بركه الله باش نبداو نطبقوا في الوصفه ديالنا. اول حاجه غنبدا بها هي الصلصه ديال الطماطم. عندي هنايا كميه ديال الصلصه ديال الطماطم اللي كناخذها على هذا الشكل هذا. انا خديت مطيشه صحيحه وحكيتها هكا في الحكاكه. غادي نضيف لها التوابل اللي غادي نسمها بهم، اللي هما يا الكمون. ايضا غادي نضيف الفلفل الاسود على هذا الشكل هذا كيف ما كتلاحظوا معايا. ايضا عندي الفلفل الاحمر، وعندي ايضا شويه هكا ديال الملح. كنسم هكا الصلصه ديالي باش هي كتجيني بنينه. كنضيف لها زيت الزيتون، كميه هكا ديال زيت الزيتون، وغادي نشعل عليها النار ونخليها تشحر ليا. نرجع معكم باش نحضروا الحشوه ديالنا. هنا كناخذ كميه ديال زيت الزيتون في مقلاة، ممكن ديروا الزيت العاديه. عندي داك الكزبره مقطعه مع الثوم مع طريف هكا ديال الحمض مسير. عندي ايضا التوابل اللي ذكرتهم معكم. غادي نخلطهم، غادي ننزلهم على نار مهيله هكا حتى كيتشحروا ليا هكا مزيان مع بعضياتهم على هذا الشكل هذا كيف ما كتلاحظوا معايا. بعد ما كيتشحروا ليا هكا مع بعضهم مزيان، كنحاول هكا انني نديهم ونجيبهم هكا في المقلاة حتى كيتشحروا ليا مزيان. غادي نضيف عليهم داك الرز اللي عندي مسلوق. صافي غادي نحاول انني نشحر هذاك الرز مزيان مع هاد الخلطه هذه باش هكا كيجيني داك الرز بنين، يعني كيجي بنين على هاد الطريقه هذه كيف ما هو موضح قدامكم. كنبقى هكا كنحرك فيه حتى لين كيتشحر ليا مزيان. هنا غادي نكمل نشحر الرز ديالي هكا مزيان كيف ما كتلاحظوا معايا. النار كنمهلها باش هكا كيتشحر ليا الرز ديالي مزيان. هنا فقط يعني حسيت بها كخصو مازال كميه ديال الفلفل الاحمر، فزدت له هكا واحد الكميه. صافي وكنستمر هكا غادي نشحرو مزيان مزيان كيف ما قلت لكم، ونرجع معكم ان شاء الله باش نكملوا التحضير ديال الطبق ديالنا. نتمنى ان غادي ينال الاعجاب ديالكم. هنا عندي الصلصه ديال الطماطم راه هي هكا كما كتلاحظوا معايا، يعني هكا كتشحر ليا. كنستمر على هذا الشكل هذا كنحرك هكا في داك الرز حتى لين كيتشحر ليا مزيان هذاك الارز، ونرجع معكم ان شاء الله باش نعمروا به الفلفله ديالتنا وتشوفوا معايا التتمه ديال الطبق. ما تبخلوش عليا دائما باللايكات ديالكم وبالتشجيعات ديالكم، وخليكم معايا. مباشره بعد ما كيوجد ليا الرز، هنا كناخذ الفلفله كنزول ليها هذاك الراس الفوقاني، وكنحاول انني نزول ليها هذيك الزريعه بلا ما نحل الفلفله ديالي، يعني بلا ما نهرسها. راه كتحل معايا هكا بطريقه اللي هي ساهله. هانتوما شوفوا معايا كتستعنوا هنا بملعقه صغيره اولا بشي اداه هكا اللي كتدخلوها وسط الفلفله باش هكا كتجبدوا حتى دوك العروقه اللي كيكونوا فيها هكا في الداخل. هانتوما شوفوا معايا كيفاش كتجي. صافي هنا كما كتلاحظوا معايا كنحاول فقط انني نفرغ ليها هذاك القلب ديالها، راه كيتفرغ معكم بكل سهوله. الفلفل اللي عندي راه مغسول من قبل، الا لقيتو داك الفلفل الكبيره غادي يكون احسن. انا فقط يعني متوفره عندي هاد الصغيره استعملت هاد الصغيره. هانتوما شوفوا معايا يعني بطريقه سهله بزاف هكا تتفرغوا ديك الفلفله ديالتكم. انا غادي نستمر نفرغ الفلفله ديالتي كامله ونرجع معكم ان شاء الله. مباشره بعد ما تنفرغ الفلفله ديالتي من الداخل ديالها تنجي هنايا تنبدا هكا تنعمر فيها على هذا الشكل هذا. في الاول هكا تنستعمل الملعقه، من بعد تنبقى هكا تندفع هذيك الحشوه باليد ديالي حتى باش كتوصل ليا القاعده ديال الفلفله ديالي، وكتجي الفلفله ديالي هكا كامله هكايا فيها هذيك الحشوه لداخل. صافي كنعمرها مزيان على هذا الشكل. صافي على هذا الشكل هذا كيف ما كتلاحظوا معايا.
غادي نستمر نعمرها كامله بنفس الطريقه، الطريقه اللي هي سهله وكتجي زوينه، كتجي بنينه بزاف، كتجي لذيذه بزاف. نتمنى انها غادي تنال الاعجاب ديالكم وغادي تجربوها ان شاء الله وغادي تستمتعوا بها. صافي كنبقى هكا كندفع في هذيك الحشوه للداخل هكا باش كتجيني واصله الحشوه حتى القاعده ديال الفلفله ديالي، يعني ما كتجيش معمره غير من الفوق والداخل ديالها فارغ. صافي على هذا الشكل هذا انا غادي نستمر هكا كيف ما كتلاحظوا معايا حتى غادي نعمر هذيك الفلفله اللي عندي كامله، الحبات اللي عندي كاملين. وبطبيعه الحال الكميه راه كتكون راجعه على حسب العدد ديال الافراد ديالكم، يعني داكشي اللي على حسب العدد ديال الافراد ديالكم، يعني كتعملوا الكميه اللي كتناسبكم. ممكن انكم تضيفوا الكفته، ممكن انكم تضيفوا قطع الدجاج، ممكن انكم تضيفوا اي نوع ديال اللحوم. انا فضلت انني نبقى في اشياء اللي هما اقتصاديا، يعني بغيت نبقى معكم في شي حاجه اللي سهله، شي حاجه اللي اقتصاديه وشي حاجه اللي بسيطه. حتى هكا كتجي زوينه بزاف، كتجي لذيذه بزاف. انا غادي نكمل نعمرها ونرجع معكم مباشره من بعد ما تنعمر الفلفله ديالتي على هذا الشكل هذا. هنا تناخذ الصحن اللي تيدخل للفرن، عندي هذيك الصلصه ديال الطماطم اللي كناخذها على هذا الشكل هذا، كنوضعها في الطبق ديالي على هذا الشكل كيف ما كتلاحظوا معايا. غادي ناخذ الفلفله ديالي، غادي نحاول انني نستفها في وسط من الطبق. الطريقه ديال التستاف كتبقى راجعه عليكم. صافي انا هنايا كيف ما كتلاحظوا معايا كنستف هذيك الفلفله ديالتي على هذا الشكل هذا. بالنسبه للكميه ديال الرز المتبقيه فانا كنوضعها في الجوانب، فهي كتشرب هذيك الصلصه وكتجينا بنينه بزاف. يعني هانتوما شوفوا معايا كنحاول انني نوضعها هكا في الطبق وغادي ندخلها للفرن. كنخليها حتى كتطيب ليا هذيك الفلفله. كيف ما كتعرفوا فالفلفله دغيا دغيا هكا تطيب، يعني ما تاخذش وقت كثير، فقط الارز تيتشرب هذيك الصلصه باش تيجي بنين. والفلفله ديالتنا حتى هي تاخذ هكا واحد التحميره من الفوق ديالها وكتطيب لينا الفلفله. كيف ما تتعرفوا فالفلفله دغيا دغيا هكا تطيب ودغيا دغيا تتوجد. صافي غادي نستمر بنفس الطريقه حتى نوضع الارز ديالي كامل، تجي بنينه بزاف. نتمنى انكم غادي تجربوها وغادي تردوا عليا الخبر، لان فعلا تجي شي حاجه اللي زوينه. كان هذا هو الطبق ديالي، غادي ندخلو الفرن نخليه حتى يتحمر ويوجد ونرجع معكم ان شاء الله. ما تبخلوش عليا دائما باللايكات ديالكم او التشجيعات ديالكم. كان هذا هو الطبق ديالي، كيجي بنين بزاف، كيجي زوين، كيجي رائع اقتصادي، وايضا كيجي شي حاجه اللي زوينه بزاف. ممكن هكا نعتمدوه كوصفه اساسيه كيف ما ممكن انه يكون طبق جانبي. نتمنى ان الفيديو ديال اليوم غادي ينال الاعجاب ديالكم، وصلكم نتوما في تمام الصحه والعافيه ديالكم يا رب. الى هنا ان شاء الله غنكون وصلنا للنهايه ديال الفيديو. دمتم في امان الله والى الملتقى ان شاء الله مع فيديو جديد مع وصفه جديده. ما تنساوش دائما كنحماق عليكم وكنموت عليكم وراكم ديما في